السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده باذن الله هنتكلم مع بعض عن السكشن الاول في الفسيولوجي. هنتكلم عن الهيماتوكريت فاليو او الباكت سيل فوليوم. طيب، مبدئيا عاوز اقول لك ان السكشن ده بسيط جدا، والسيشن بتاعته ان شاء الله درجاتها مضمونه. عاوزك بس تركز معايا وانا هقول لك بالظبط ان شاء الله السؤال بيجي ازاي. تمام؟ فيلا بينا، بسم الله. طيب مبدئيا يا دكتور، يعني ايه كلمه هيماتوكريت فاليو؟ هيماتو يعني دم، كريت يعني سيباريت يعني يفصل، فاليو يعني قيمه. طيب، من الاسم بتاعها انت هتعرف بالظبط التست ده او الاختبار ده احنا بنعمل ايه. هيماتوكريت يعني انا بفصل الدم، انا بجيب انبوبه بالشكل ده واملاها بالدم. تمام؟ وبعدين اخد الانبوبه دي واوديها في جهاز اسمه السنتريفيوج او جهاز الطرد المركزي. تمام؟ اللي هو الجهاز ده. الجهاز ده فكرته ايه ببساطه؟ الجهاز ده بتحط فيه الانبوبه اللي فيها الدم. تمام؟ وبيبدا ان هو يلف بسرعه رهيبه، بيبدا يلف بسرعه جدا. تمام؟ لما يلف بسرعه بيبدا يفصل الدم من المكونات بتاعته. طيب، هو الدم بتاعنا اصلا عباره عن ايه؟ الدم بتاعنا النورمال بالنسبه مثلا للميل، مثلا بالنسبه للميل، تمام، الطبيعي ان عنده 45% ار بي سيز، 45% ار بي سيز او كرات دم حمراء. تمام؟ وطبعا كرات الدم الحمراء وزنها تقيل، فعشان كده هتلاقيها تحت. تمام؟ وعندك النسبه الباقيه دي عباره عن بلازما. بلازما، طبعا انت عارف البلازما اللي هي الميه بتاعه الدم اسمها البلازما. تمام؟ دي النسبه الباقيه. وعندك في النص كده في طبقه كده، هتلاقيها في النص كده شويه خلايا. زي ايه مثلا؟ زي البليتلتس اللي هي الخلايا المسؤوله عن التجلط، زي مثلا الدبليو بي سيز كرات الدم البيضاء، وهكذا. هتلاقي طبقه كده من الخلايا موجوده في النص. ولكن انا اللي يهمني ان انا لو خدت انبوبه، تمام، ومليتها دم بالشكل ده، وبعدين حطيتها في الجهاز بتاع السنترفيوج بتاع طرد مركزي وخليته يلف بسرعه، تمام، بسرعه معينه طبعا بكون انا محددها. ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الدم هينفصل المكونات الاساسيه بتاعته، اللي هو ايه؟ اللي هو عباره عن ار بي سيز كرات دم حمراء. تمام؟ والباقي عندك هيكون بلازما. تمام؟ دي ببساطه الفكره بتاعت الهيماتوكريت فاليو. فبص معايا كده على الرسمه دي. تمام؟ هتلاقي ان انا جبت انبوبه وفيها دم. تمام؟ وبدات ان انا حاططها في جهاز الطرد المركزي. ظهر عندي الشكل ده. في عندك تحت اريثروسايتس، اريثرو يعني احمر، سايت يعني خليه، اريثروسايت الخلايا الحمراء اللي هي الار بي سيز كرات الدم الحمراء، ريد بلاد سيلز. تمام؟ دي بتمثل كام؟ بتمثل 45% بالنسبه للميل. اما بالنسبه للفيميل كام؟ بالنسبه للفيميل هتلاقي ان النسبه اقل، هتلاقيها 40%. تمام؟ بالنسبه للفيميل 40%، بالنسبه للميل 45%، وهقول لك دلوقتي ليه. تمام؟ وهتلاقي ان عندك 55% عباره عن بلازما. تمام؟ هتقولي طب في طبقه كده في النص بتاعت الليوكوسايتس والثرومبوسايتس كرات الدم البيضاء والخلايا المسؤوله عن التجلط، ايه لازمتها؟ هقول لك ان نسبتها اقل من 1%، اقل من 1%، عشان كده ممكن نتجاهلها عادي. ولكن اللي يهمني اكتر حاجه ان الار بي سيز 45 والبلازما بيكون 55. تمام؟ طيب، انا برضو ازاي بحسب الهيماتوكريت فاليو؟ الهيماتوكريت فاليو ببساطه ان انا بقسم الار بي سيز فوليوم، حجم كرات الدم الحمراء، على التوتال بلاد فوليوم. يعني ايه؟ انا بقسم حجم كرات الدم الحمراء على حجم الدم كله. نفترض مثلا ان انا عندي حجم الدم كله، الانبوبه مثلا نفترض مثلا ان فيها 10 مللي، 10 مللي من الدم. تمام؟ هلاقي بالنسبه مثلا للفيميل ان 40% منها عباره عن ار بي سيز. تمام؟ اللي هو كام؟ هيساوي 4 مللي. تمام؟ يبقى هتلاقي النسبه بتاعتك 40%. 40% دي قيمه الهيماتيك ريت فاليو، ان انا بقسم الار بي سيز فوليوم على التوتال بلاد فوليوم. تمام؟ وده انا قلت لك ان الرقم بتاع كرات الدم الحمراء 40% في الفيميل. طيب بالنسبه للميل بتلاقي ان عندك 45% ده حجم كرات الدم الحمراء على التوتال بلاد فوليوم، هتلاقي مثلا 100%، هتلاقي النسبه بتاعتك 45 على 100 هي 45%. وبالتالي ببساطه الهيماتيك ريت فاليو ان انا بقسم حجم كرات الدم الحمراء على حجم الدم الكلي. طيب ده لازمته ايه؟ هنعرفه كمان شويه. تمام؟ ولكن خليك عارف ان انا ببساطه بقسم حجم كرات الدم الحمراء على حجم الدم كله. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان الهيماتوكريت فاليو هو عباره عن البرسنتج ريشيو، حاصل قسمه الار بي سيز فوليوم على توتال بلاد فوليوم. بقسم حجم كرات الدم الحمراء على حجم الدم كله. الرقم اللي بيطلع لي ده هو الهيماتوكريت فاليو. تمام؟ من الاخر ده بيعبر لك عن نسبه كرات الدم الحمراء في الدم. الدم بتاعك ده فيه كرات دم حمراء كتير،
في خلايا كتير من الخلايا القويه اللي بتشيل اكسجين وبتوصل الاكسجين للخلايا بتاعتك ولا لا؟ ده ببساطه التست. تمام. طيب ايه النورمال فاليوز بتاعته؟ لسه قايل لك بالنسبه للفيميل بتلاقيها 40%، بالنسبه للميل 45%. والارقام دي جت منين؟ لان الفيميل عندها لو انا جبت انبوبه هلاقي ان 40% منها عباره عن ار بي سيز. تمام، ده لو فيميل. لو ميل هلاقي الانبوبه دي عباره عن 45% ار بي سيز. تمام. طيب هنا بقى اسالك سؤال، ليه نسبه الار بي سيز في الميل اكتر من الفيميل؟ ها، فكر كده، تتوقع ايه السبب؟ بص، الموضوع ليه اكتر من سبب، ولكن انا هقول لك على 3 اسباب رئيسيه. اول سبب ان الميل عنده هرمون التستوستيرون. تمام. الهرمون ده من الهرمونات اللي بتحفز البون مارو ان يصنع كرات دم حمراء. يبقى التستوستيرون او التستوستيرون من الحاجات اللي بتحفز البون مارو ان هو يصنع ريد بلاد سيلز. تمام. طيب تاني حاجه يبقى احنا قلنا حاجه بالنسبه للميل اللي عنده تستوستيرون. تمام. طيب تاني حاجه بالنسبه للفيميل انها بيكون عندها فتره بتاعه المينسترال سايكل بتاعه البيريود. الفتره دي بتبدا انها تفقد فيها كميه من الدم، وبالتالي بتلاقي ان الار بي سيز عندها بتقل. تاني سبب يا دكتور بيرجع ان الماسل ماس، ان حجم العضلات في الراجل اكتر من الست. الراجل عنده عضلات يعني كحجم كده، كحجم عضلات لا اكتر من الست، ده طبيعي جدا. تمام. فالعضلات دي بتكون محتاجه اكسجين، بتكون محتاجه ان يوصل لها دم ويوصل لها اكسجين كتير. تمام. وبالتالي من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان جعل ان الراجل بيكون عنده كميه ار بي سيز اكتر عشان توصل اكسجين كفايه للعضلات بتاعته، لانه عنده كميه عضلات اكتر. تمام. دي تاني حاجه. تالت حاجه دي خاصه بالفيميل، فكره انها بيكون عندها فتره بتاعه المينسترال سايكل. تمام. اللي هي البيريود، طبعا دي برضو بتؤدي انها بتفقد او بتقل عندها الار بي سيز. تمام. فتاني الهيماتوكريت فاليو او الاسم التاني بتاعها الباكد سيل فوليوم. بص انا فاهمك كل كلمه. الباكد سيل فوليوم، باكد يعني مضغوط او متكدس، سيل يعني خلايا، فوليوم يعني حجم، يعني حجم الخلايا المتكدسه. يعني برضو ما انت لما بتلف الدم ده، لما بتلف الانبوبه دي في الجهاز، كرات الدم الحمراء بتتكدس، بتبقى فوق بعضها بالشكل ده. هي كانت متوزعه في الانبوبه كلها، اتكدست، اتراكمت تحت، اترسبت تحت، وبالتالي حصل لها زي تكدس، حصل لها زي بقت باكد، بقت متغلفه او متكدسه. تمام. عشان كده اسمها الباكد سيل فوليوم، بقيس الحجم بتاع الباكد سيل، الخلايا المتكدسه. تمام. او الهيماتيك ريت فاليو زي ما قلت لك، ان انا بفصل الدم واشوف قيمه الار بي سيز كام بالنسبه لحجم الدم كله. عايز اقول لك احنا كده خلصنا. يعني انت بسم الله السلايد دي هي شرحت لك تقريبا كل المفاهيم الاساسيه والحاجات اللي تهمك. تمام. اللي جاي بقى يعتبر هوضح لك اكتر ونبدا نفصص شويه كلام، واضربك ان شاء الله على الصور اللي هجي لك في العملي. دي الصوره اللي هجي لك في العملي دي ان شاء الله، يعني نسبه كبيره. تمام. دي او دي. طيب ايه الفكره ببساطه؟ ان هيبدا يجيب لك صوره زي دي. تمام. انا لما ابص على الصوره دي انا شايف ان في كرات دم حمراء تحت، وشايف ان في عندي سائل ابيض. السائل الابيض الشفاف ده هو ايه؟ ده البلازما. واللي تحت ده الار بي سيز. انا شفت الرسمه على طول عرفت ان دي البلازما وده الار بي سيز. تمام. بصيت على الار بي سيز لقيت ان هي نسبتها ده بتاع ده متدرج اهو، الانبوبه متدرجه، لقيت ان نسبتها 40%. تمام. 40%. هسالك سؤال، لو النتيجه دي بالنسبه لميل وبالنسبه لفيميل، هل ده طبيعي ولا مش طبيعي بالنسبه لميل وبالنسبه لفيميل؟ فكر. بالنسبه للميل الاول، لو انا سالتك بالنسبه للميل هل الطبيعي ان يكون نسبته 40%؟ لا. يبقى في الحاله دي الهيماتيك ريت فاليو عنده قليل. يبقى الميل ده هقول لك كمان شويه ان عنده انيميا. انيميا يعني نقص في كرات الدم الحمراء، في نوع من انواع الانيميا بيكون بسبب نقص الار بي سيز. تمام. فده بسبب ده هيكون يعني الشخص ده عنده انيميا بسبب ان الكميه بتاعته اقل من 45، من النورمال عنده 45، اما هنا 40. وبالتالي لو النسبه 40 بالنسبه للميل يبقى ده عنده نقص في الار بي سيز. تمام. بالمناسبة علشان المعلومات اربطها لك شوية بكلينيكال، ما تبقاش شوية كلام بيزك وبس. الانيميا انا بشخصها بالهيماتوكريت فاليو ممكن، ولكن الاساس في تشخيص الانيميا ان انا بقيس حاجة اسمها الهيموجلوبين ليفل، مستوى الهيموجلوبين في الدم. تمام. الهيموجلوبين ده هو اللي بيشيل الاكسجين. تمام. وبالتالي انا بقيس نسبته في الدم وبشوف هل هو طبيعي ولا لا. ده الاساسي. وطبعا الهيماتوكريت فاليو من الحاجات برضو اللي بتساعدك، اللي هو لو اقل من 40% مثلا او اقل من 75%، ده برضه بيزود لك فرصه او احتماليه ان يكون عنده انيميا. ولكن الحاجه الديفينيت، الحاجه الاساسيه هي الهيموجلوبين ليفل. فنسبه الهيموجلوبين او الهيموجلوبين ليفل ده هو الجولد ستاندرد في تشخيص الانيميا. تمام. لمعلوماتك بس معلومه اضافيه ولكن صدقني هتفيدك، ان النورمال او سوري الانيميا انا اقدر اشخص ان عنده انيميا امتى؟ لو ليفل الهيموجلوبين بالنسبه للميل
بالنسبه للمن، بالنسبه للرجاله لو اقل من 13 يبقى عنده انيميا. طب بالنسبه للفيميل، بالنسبه للبنات لو النسبه اقل من 12. تمام، لو اقل من 12 نسبه الهيموجلوبين اقل من 12 يبقى انيميا، لو اقل من 13 بالنسبه للرجاله يبقى انيميا. طيب بص معايا على الرسمه اللي جنبها. الرسمه اللي جنبها هتلاقي ان انت نسبه الار بي سيز عندك ده مثلا 30 ده 40، هي هنا بالظبط. تمام، فدي يعتبر 32 34 36 38 يعتبر 38. تمام، فده يعتبر اقل من نورمال. لو فيميل مثلا اقل من نورمال حاجه بسيطه، لو ميل يبقى ده اكيد عنده انيميا او النسبه يعني عنده قليله. تمام، اب نورمال. تمام، في مشكله. اوكي نكمل. طيب بيقول لك البرنسبل، ايه الفكره بتاعت الهيماتوكريت فاليو؟ الفكره زي ما قلت لك ان انا بعمل سنتريفيجيشن، او ببدا ان انا احط الدم ده في جهاز الطرد المركزي. تمام، سنترفيوج يعني بيتحط في جهاز الطرد المركزي ان هيبرينايزد كابيلاري تيوب. تيوب انبوبه بيتحط فيها الهيبارين. الهيبارين دوت انتي كواجلانت، بيمنع التجلط علشان الدم ده لما يتحط ما يتجلطش. لو اتحط في انبوبه فاضيه او انبوبه عاديه هيتجلط مع الوقت، ولكن لما يتحط عليه هيبارين ده بيمنع ان هو يتجلط فيفضل سايل. تمام، عشان ينفع عشان بعد كده ينفع ان هو يترسب. تمام، وبالمناسبه اسم الانبوبه دي اتذكرت عندك فوق، اسمها الوينتروب تيوب، ودي بيحبوا يسالوا فيها، اسمها الوينتروب تيوب. دي اسم الانبوبه، عشان المره الجايه هقول لك على انبوبه ثانيه ليها اسم مختلف. فدي جمله مهمه، ممكن يسالك what is the name of the tube، هتقول له الوينتروب تيوب. تمام. طيب نكمل. بيقول لك البي سي في اللي هو الباكت سيل فوليوم بيتحدد بايه؟ الهيماتوكريت ريدر، الخط بقى اللي هو اللاين ده، اللاين في التوب اوف ار بي سيز كولم، يعني في نهايه العمود ده الخط ده هو ده القيمه بتاعت الهيماتوكريت فاليو. لو 40 يبقى 40، لو مثلا 35 يبقى 35، لو 45 يبقى 45 وهكذا. بس ده كده قيمه الهيماتوكريت فاليو. بص كده، دي الخطوات اللي بعمل بيها التيست. اول حاجه بعمل ويزدرو للبلد، يعني ببدا اسحب عينه من الدم. تمام، واحطها في انبوبه بالشكل ده. بعدين بحطها في انبوبه اسمها الوينتروب تيوب. تمام، الانبوبه دي بتكون هيبرنايزد يعني فيها هيبارين. بحطها في جهاز الطرد المركزي اللي هو المفروض الجهاز ده. بعدين ده بيتفصل لبلازما 55% واريثروسايتس او ار بي سيز نسبتها 45%. تمام، وعندك اقل من 1% بقى اللي هي اليوكوسايتس وبليتلتس وكده. تمام، ولكن اليمين اكتر حاجه الاريثروسايتس. طب 45 ده بالنسبه للميل ده النورمال في الميل. طب بالنسبه للفيميل 45 لا ده اكتر من ده، يعني ده اكتر من نورمال. حاجه اسمها بولي سايسيميا. بولي سايثيميا يعني ان بيكون الفيميل عندها كرات الدم الحمراء اكتر من الطبيعي، او يعني اي شخص عامه عنده كرات الدم الحمراء اكتر من الطبيعي اسمها بولي ثايسيميا. بولي يعني كتير، فبولي ثايسيميا يعني عنده كرات دم حمراء كتير قوي. تمام، اسمها بولي ثايسيميا. اما كرات الدم الحمراء لما تقل اسمها انيميا. بالمناسبه اداه نفي معناها بدون او نقص، ايميا يعني دم، فانيميا يعني نقص في الدم. تمام، فانيميا هي نقص في الدم. تمام، بوليسيسيميا يعني زياده في الار بي سيز. تمام. طيب دلوقتي هنتكلم عن الفاكتورز افكتنج الهيماتوكريت فاليو. ايه العوامل اللي بتزود الهيماتوكريت فاليو وايه العوامل اللي بتنقص الهيماتوكريت فاليو؟ بص، الموضوع بكل بساطه هو مرتبط بنسبه الار بي سيز، بنسبه الريد بلاد سيلز. يعني والله اي حاجه هتخلي النسبه بتاعه الار بي سيز عاليه، تمام، التركيز بتاعها عالي، النسبه بتاعتها عاليه، دي هترفع لي الهيماتوكريت فاليو. اي حاجه هتقلل لي الار بي سيز هتقلل لي النسبه بتاعتها، ده هيخلي الهيماتوكريت فاليو قليل. طيب نتكلم اول حاجه عن الحاجات اللي بتزود الهيماتوكريت فاليو. تمام، الحاجات اللي بتزود الهيماتوكريت فاليو، اول حاجه عندي وهي زياده الار بي سيز. يعني ببساطه ان الشخص ده، تمام، مثلا طلع فوق جبل. تعالى مثلا ارسم لك جبل بالشكل ده. طلع فوق جبل، فلما يطلع فوق جبل، فوق الجبل نسبة الأكسجين قليلة. تمام، نسبة الأكسجين قليلة. نسبة الأكسجين القليلة ده بتحفز البون مارو اللي هو نخاع العظم إنه يصنع ريد بلاد سيلز أو ار بي سيز. فلما يكون حد في مكان عالي فوق جبل، ده بيخلي نسبة الأكسجين في الجو قليلة. تمام، فنخاع العظم يقول إيه ده، هو نسبة الأكسجين قليلة، يبقى أكيد أنا اللي مقصر، أكيد أنا مش بصنع كرات دم حمراء كفاية، فهزود تصنيع كرات الدم الحمراء علشان أوصل أكسجين للخلايا. تمام، فاللي بيحصل إن بيحصل زيادة في إنتاج الار بي سيز. تمام، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل في الحاله دي زياده في الار بي سيز، فهتلاقي ان نسبه الار بي سيز زادت، حصل له بولي سايثيميا. بولي سايثيميا يعني زياده في الار بي سيز، وبالتالي هيزود لي قيمه الهيماتوكريت فاليو.
تمام. يبقى اول حاجه من الحاجات اللي بتزود هو زياده الار بي سيز، تمام، زياده الار بي سيز زي حاله البوليثايثيميا. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تقلل الهيماتوكريت فاليو؟ الحاجات اللي ممكن تقلله ايه؟ هي ببساطه الديهايدريشن. الديهايدريشن يعني الجفاف. الجفاف ببساطه ان الشخص ده حصل له جفاف، يعني كميه الميه اللي موجوده في الدم عنده قلت، كميه البلازما قلت، تمام. طيب انا هديك تشبيه بسيط. لو انت عندك ده مثلا كوبايه شاي، تمام، وفيها كميه معينه من الميه، وليكن مثلا 100 ملي ميه، وعندك كوبايه شاي تانية فيها 50 ملي ميه، 50 ملي ميه، تمام، والاتنين حطيت فيهم 5 معالق سكر، تمام، الاتنين نفس كميه السكر. السؤال بقى، تركيز السكر هيكون اعلى في انهي كوبايه؟ الكوبايه ايه ولا الكوبايه بي؟ تركيز السكر هيكون اعلى فين؟ اكيد هيكون اعلى في الكوبايه بي. ليه؟ لان كميه الميه قليله. نفس الفكره، الديهيدريشن معناها ان كميه الميه او كميه البلازما قليله، ده هيخلي تركيز الار بي سيز او تركيز كرات الدم الحمراء هيكون عالي، تمام. فالديهيدريشن او اللي هو قله البلازما، يعني نقص البلازما، دي من الحاجات اللي هتخلي في زياده في الهيماتوكريت فاليو. طيب ايه الحاجات اللي بتقلل الهيماتوكريت فاليو؟ والله هي كلمه واحده: اعكس. اعكس اللي انا قلته ببساطه. يعني بالنسبه للار بي سيز، لو الار بي سيز قلت، لو شخص عنده انيميا، لو عنده نقص في الار بي سيز زي مثلا في الرسمه دي، تمام، هتلاقي ان عنده نقص في الار بي سيز، ده اكيد هيقلل لي الهيماتوكريت فاليو، تمام. طيب تاني حاجه بالنسبه للبلازما، لو زاد حجم البلازما او حصل اوفر هيدريشن، لو واحد عمال يشرب ميه كتير، فلما يشرب ميه كتير حجم البلازما اللي بيحصل له، حجم الميه الموجوده في الدم اللي بيحصل لها بتزيد، يبقى تركيز الار بي سيز، تركيز كرات الدم الحمراء هيقل، تمام. وبالتالي الاوفر هيدريشن من الحاجات اللي بتقلل الهيماتوكريت فاليو. يبقى تاني ببساطه الحاجات اللي والله لو سالك مثلا قول لي مثلا ايه الحاجات اللي بتزود الهيماتوكريت فاليو، او قول لي ايه الحاجات اللي بتقلل الهيماتوكريت فاليو، تمام. الحاجات اللي بتزود هتقول له والله في حاجه مرتبطه بالار بي سيز وحاجه مرتبطه بالبلازما، ما الدم بتاعه عباره عن حاجتين، عباره عن ار بي سيز وبلازما، تمام. لو حصل زياده في الار بي سيز او نقص في البلازما، ده هيزود لي قيمه الهيماتوكريت فاليو. طيب لو حصل نقص في الار بي سيز او زياده في البلازما، ده هيقلل قيمه الهيماتوكريت فاليو. وصلنا لاخر سلايد، هنتكلم عن السيجنيفيكانس اوف باكت سيل فوليوم. انا ليه بدرس الموضوع ده؟ ايه لازمته؟ هيشخص لي ايه؟ تمام. ما انا لو بعمل تيست ومش هيشخص لي مرض او مش هيساعدني، يبقى ملوش لازمه، تمام، ده منطقي. فاكيد التيست ده بيشخص لي امراض معينه، تمام. طيب الموضوع ببساطه ان هو بيشخص الامراض المرتبطه بعدد او بحجم كرات الدم. طيب كرات الدم الحمراء في حاجه من الاثنين، يا اما تزيد يا اما تقل. لو زادت هيعمل لي مرض اسمه بولي سايثيميا، تمام. بولي سايثيميا زي ما قلت لك، بولي يعني كتير، يعني زياده في الار بي سيز، زياده في الار بي سيز. لو حصل نقص في الار بي سيز هيعمل لي انيميا. انيميا يعني نقص في كرات الدم الحمراء، تمام، او نقص في الهيموجلوبين عامه، واللي هو بيكون نتيجه نقص كرات الدم الحمراء في الحاله دي، تمام. فلو حصل زياده هيعمل لي بوليسيسيميا، لو نقص هيعمل لي انيميا. فبكل بساطه انا والله بصيت على التيست ده، انا عملت التيست وطلع لي 3 نتائج، وقال لك تعالى يا دكتور شخص لي، او ايه انت شايف ايه في التيست ده؟ اول واحد لو بصيت على النسبه هلاقيها تقريبا، يعني اقول مثلا ان انا بعمله مثلا على فيميل مثلا، تمام، لقيت ان هو 40%، تمام. فالنسبه دي تقريبا 40%، وبالتالي النسبه دي تعتبر نورمال، تمام. طيب لو انا بصيت لقيت ان كرات الدم الحمراء نسبتها لا ده بقت 20%، يبقى اكيد البنت دي عندها دلوقتي انيميا، تمام. طب بصيت عليها لقيتها والله لا ده بقت 60%، يبقى دي اكيد عندها بولي سايسيميا. فانت الرسمه عندك واضحه، هيجيب لك رسمه زي دي ويسالك يقول لك ده رقم واحد او A وB وC، ايه ده؟ ايه نورمال، B انيميا، C بولي سايسيميا، تمام. طيب ممكن يسالك سؤال تاني يقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تعمل لك انيميا، تمام. ده ان شاء الله ناخدها اكتر في النظري، ولكن يعني بشكل عام الانيميا بيكون ممكن بسبب الهيموليسيس، يعني تكسير كرات الدم، ان في عنده مرض معين بيكسر كرات الدم الحمراء، تمام. او ممكن يكون عنده نيوتريشنال ديفيشنسيز، مشاكل في النيوتريشن، في التغذيه. يعني مثلا ما بياكلش فيتامين مثلا بي 12، عنده نقص في فيتامين بي 12، تمام. فلما يقل بي 12 ده هيخلي عنده نوع من انواع الانيميا، تمام. او ممكن يكون بسبب بليدنج، يعني نزيف، انه حصل نزيف فبالتالي فقد دم، وبالتالي برضو ده هيقلل عنده الهيماتوكريت فاليو. او بريجنسي اللي هو الحمل، تمام، ده برضو ممكن يقلل الهيماتوكريت فاليو، تمام. طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعمل بوليسايسيميا؟ الحاجات اللي ممكن تزود كرات الدم الحمراء، اول حاجه مهمه قوي وهي الهاي التيتيود. هاي التيتيود، افتكر صوره الجبل،
انك واقف في مكان عالي. لما تقف في مكان عالي ده هيحفز البون مارو ان يصنع ار بي سي كتير، وبالتالي هيعملوا بوليسيسيميا. تمام. وعندك برضو السموكينج والسترويدز. وبس كده يا دكاتره، ده كده المهم في السكشن. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون سهل بالنسبه لكم. هو السكشن عامه سهل ولذيذ، وبرده باذن الله هنزل لكم كويز بنفس السؤال ان شاء الله اللي هيجيلكم في الامتحان. فدي ستيشن يعني مضمونه ان شاء الله يا ولاد، يعني ما تقلقوش خالص. تمام. وهي كده فاضل عندنا السكشن التاني، وبرده سكشن سهل جدا ما تقلقش. بس ربنا يوفقكم والسلام عليكم.